يقول السائل: هناك من يحتج بزيارة بعض المشايخ السلفيين في جمعية التراث على صحة منهج الجمعية. أما مسألة الشروط في مسألة التبديع آنفة الذكر في السؤال السابق، نعم، فهذه يعني مسألة قد كتب فيها شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله، فلتنظر في بحثه. أما السؤال الثاني في قضية أن هناك من يحتج بزيارة بعض المشايخ السلفيين إلى جمعية التراث عن صحة منهج الجمعية. أولا أيها الإخوة، الأصل في هذا أن العباد مأمورون جميعا باتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الكل مأمور بذلك، والحجة في ذلك سؤالان يسأل الجميع عنهما. الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ والثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة زاد المعاد بعد أن أوردهما، قال: فالأول جوابه بتحقيق التوحيد أو تجريد التوحيد لله جل وعلا، والثاني تحقيقه بتجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعصمة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، هذا أولا. ثانيا: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو سألت أحدا منكم من قائل هذه العبارة: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ستقولون الإمام مالك. صحيح؟ هذه المقولة محفوظة، لعلها محفورة نظريا، لكنها عمليا يتفاوت الناس، تتفاوت في ذلك رتب ماذا؟ الناس في تحقيقها. فكل من يذكر من أهل العلم كما قال شيخ الإسلام يحتج له لا به، يحتج له لا به. وهذا يسوقنا إلى النقطة الثالثة: فكون زيد أو عمرو أو بكر أو خالد أو فلان من الناس زار هذه الجمعية أو تلك الفرقة أو تلك الجماعة لا يدل على صواب ما هي عليه أبدا، لأن المرء وهذه الجمعيات توزن بميزان الشرع، فالشرع حاكم عليه وعليها، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. فالمرء لا تزكيه، أو هذه الجمعيات أو غيرها لا يزكيها زيارة فلان أو علان. أعمالها وأفعالها ودعوتها وطريقتها نعم تدل عليها. كتب أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما في المصنف لابن أبي شيبة إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما، قال له: إني أدعوك إلى الأرض المقدسة وأرض الجهاد، أن احضر يعني. فكتب إليه سلمان رضي الله عنه قال: إنك قد
كتبت إلي أن احضر أو أن تعال إلى أرض الجهاد أو أرض المقدسة وأرض الجهاد، أو ما علمت أن الأرض لا تقدس أحدا؟ إنما يقدس المرء عمله، فلا يزكي زيدا من الناس ولا عمرو إلا ماذا؟ عمله. إن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كما في جامع بيان العلم وفضله، قال: من أحدث في العلم شيئا، أو ما أحدث أحد في العلم شيئا، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب. فلا يصح أن تستدل على صواب فلان أو علان أو جمعية أو غيرها كالتراث ونحوها بزيارة فلان أو علان لها، لا يستدل به، إنما يستدل له. فليس وحجة الله على خلقه. ومن هذا نقول أن بعضهم قد يأتي وقد يزور وقد لا يزور هنا، قد يزور مثلا في مصر جماعة الإخوان ويحضر عندهم أو عند غيرهم بعض أهل السنة قد يكون، فهذا من الضعفاء. الولاء، تحقيق الولاء والبراء لهذا المنهج النبوي الشريف، وهذا الأصل الذي يجب اتباعه وهو الولاء لهذا المنهج. الناس في تحقيقه متفاوتون، فمنهم من يحقق ذلك ماذا؟ أكمل وأتم تحقيق، ومنهم من يضعف في تحقيقه. فالناس رتب، فالناس في ذلك ماذا؟ رتب. لكن نقول حكم الولاء بالمنهج السلفي ما هو؟ واجب، أليس كذلك؟ فهل مثل هذه الأفعال تعتبر من الولاء المحض للمنهج السلفي؟ الجواب عندكم، وصلى الله على رسول الله.